فيلم 19 ب هو الفيلم المصري الوحيد اللي كان بينافس في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة، وحصد 3 جوائز في حفل الختام، هم جائزة اتحاد النقاد الدولي في بريسي وأفضل فيلم عربي، وجائزة هنري بركات أفضل إسهام فني لمدير تصويره مصطفى الكاشف. الفيلم من بطولة سيد رجب وأحمد خالد صالح وإخراج أحمد عبد الله السيد، وهو دراما نفسية عن صراع بين شخصين. أبطال الفيلم هيكلمونا عن تفاصيله في لقائنا معاهم. والله هو حارس عقار قاعد في بيته او في البيت اللي هو بيحرسه، ومع بنته وراجل بيوقف عربيات وبتاع. شخصيات قليله جدا بس شخصيات مؤثره جدا وحقيقيه جدا، وبتمنى انها تعجبكم. السيناريو ذات نفسه نفسي وداخلي كده، فالمشاعر هو رهان انك تقدري تنقلي المشاعر من غير ما تعبري عنها بشكل حقيقي. يعني لو في مشاعر مفترض تعيطي فمش لازم تعيطي، بس ازاي تنجحي في انك تنقلي ده للجمهور، هو ده الموضوع. يعني ليا الشرف ومبسوط ان انا معاكم النهارده، ومبسوط قوي 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 بمشاركه الفيلم في المهرجان، والحمد لله مبسوط ان انا في المشروع. يعني بعيدا عن اذا كان الفيلم هيبقى مشارك في المهرجان او لا، فانا كنت مبسوط قوي ان انا في المشروع ده. فمشاركته في المهرجان هي اضافه للسعاده، يعني السعاده بالدبل مش. فلا الحمد لله فخور ومبسوط وممتن قوي للفرصه وممتن لوجودي هنا. انسان مظلوم مضغوط، الظروف بتسوقه. هو شغال سايس قدام عقار اسمه 19 ب اللي بيحرسه استاذ سيد رجب اسمه نصر. بنشوف بقى علاقة نصر بالحارس بالبيت، وازاي الدنيا بتتطور ما بينهم وبتوصل في اخر الفيلم. انبسطت قوي قوي قوي، استمتعت قوي بالتجربة مع الاساتذه كلهم، وطبعا على راسهم استاذ سيد رجب. والله انا امنياتي للفيلم انه ياخد جايزه. الفيلم كله صعب لانه كله بيتصور في لوكيشن واحد ومع حيوانات، فكل المشاهد اللي فيه مهمه جدا وصعبه جدا. انا فخور جدا طبعا بالاستقبال الناس. انا لسه يعني ده اول عرض في العالم، اول جمهور يشوف الفيلم ده، فانا لازلت يعني بحاول ان انا يعني استوعب اللي حصل. الفيلم ده انا استلهمته من شخص كنت بمر عليه بشكل يومي، كل يوم كنت بشوف شخص بيحرس عقار نص متهدم، لكن بيأكل القطط والكلاب كل يوم في الشارع. والراجل ده كان إلى حد كبير هو مصدر إلهام الفيلم ده، لأني حاولت أتخيل حياته وأنا بكتب عن حدوته. بدأت أفكر في حياتي أنا شخصيا، بدأت أفكر في علاقتي أنا الشخصية بالمدينة، وعلاقتي بأفكار بسيطة زي إن الواحد بيكبر، إن الواحد بيعيش مع مخاوف ولازم يتجاوزها، ولازم يحاول يتجاوز مخاوفه. فهو الفيلم عن الحاجات دي. مبسوطة جدا جدا إن هو الفيلم المصري اللي موجود في المسابقة الدولية. مبسوطة أكتر إن ده يعني أول تجربة ليا كمنتج منفذ، فمبسوطة جدا طبعا إن هو موجود معنا في المهرجان. يعني هو فيلم هادي جدا، قصة راجل في بيت بالحيوانات بتاعته، يعني ليها قصة ليها خصوصية جدا. يعني كنت متحمسة قوي عليها وحابة جدا ان هي موجودة هنا في المهرجان. دايما نوع الافلام دي بتبقى يعني المهرجانات كمان بتتيح الفرصة للجمهور ان هو يتفرج عليها. عدد كبير من النجوم كانوا حريصين على حضور العرض الأول لفيلم 19 ب في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. إن يكون الفيلم اللي بيشارك في المهرجان المصري اللي بيشارك في المهرجان السنة دي، طبعا لازم أكون موجودة طبعا. فيعني عملت مجهود كبير صراحه عشان احضر. متحمسه جدا اتفرج عليه لان بحب قوي كل فرد في الكاست. استاذ احمد عبد الله طبعا متحمسه جدا اشوف رؤيته. موضوع الحيوانات ده حاسه انه هيبقى مليان لحظات دافيه وارتجاليه كده، هتبقى غاليه كده، فانا عايزه اشوفها قوي، متحمسه جدا اتفرج عليه. الفيلم حلو قوي ومشرف، واقول مبروك لاحمد خالد صالح والاستاذ سيد رجب. بجد كنت متحمسه جدا ان انا اشوف الفيلم، واتفرجت على الفيلم واتبسطت، وان شاء الله ياخدوا جوائز. انا نفسي احمد طبعا ياخد جايزه، هو مع انه لسه صغير يعني المشوار قدامه كبير، انما برضه الجايزه هتخليه ملتزم اكتر ويعني يبقى ماشي على الطريق الصح اللي هو اختاره، ان ما يختارش اي حاجه، ودايما اختياراته تبقى صح، ونجاحه هيبقى اضافه لحياته وحياه بنتي في المستقبل. وتاني يوم عرض الفيلم تم عقد ندوة للفيلم بحضور عدد من أبطاله وصناعه. أول ما أحمد كلمني وقال لي أنا عايزك معايا في الفيلم ده، طبعا اتحمست جدا، قلت له ابعت لي الورق. أول ما ابتديت أقرأ الورق أنا وقعت في غرام الفيلم والكاركتر اللي أنا هقدمها. يعني هي مختلفة وقريبة من قلبي جدا، يعني في مهرجان القاهرة يعني دي حاجة حلوة وتقيلة قوي قوي قوي. يعني فكرة إنه أحمد عبد الله يكلمني ويقول لي تعالى نعمل
دور زي دوت، دي فكرة عظيمة جدا. وبعدين مفاجأ بعد كده ان هو بيمثل مصر في مهرجان القاهرة السينمائي، فكرة أعظم وأعظم. أنا بالنسبة لي طاير من الفرحة الحقيقة بالمشاركة في فيلم زي دوت. يعني أنا حبيت إن أنا أجرب موضوع التمثيل ده، وأتمنى إن أنا أكون بجد عملته كما يجب أن يكون، على الأقل في نظر يعني أي حد هيتفرج على الفيلم. وفي نفس الوقت يعني أنا بحاول اكسبيرينس حاجات مختلفة. يعني الرقص برضو ساعدني شوية في موضوع التمثيل، في حتة إني مثلا مش بهيب الكاميرا شوية، فالموضوع كان اسهل. في شوتس اتاخدت من اول مره one more for safety and that's it. ودي كانت حاجه بصراحه مخلاني شويه يعني مترب، مش عارف انا عملت الموضوع صح ولا لا، بس كان كل اللي حواليا كانوا دايما بيطمنوني. فريق العمل كلهم ناس انا بجد مبسوط جدا اني اشتغلت معاهم، وليا الشرف اكيد. 19 كان لازم اعتمد على الشارع، مش على ولا رسوماتي ولا ريفرنسز كانت تنفع. الريفرنسز اللي بتطلعها من الكمبيوتر لو في صور شوارع او كده بس مجهد جدا تطلعهم، ما بتبقاش السنه. فاعتمدت على المشي في الشارع وتصوير ناس لابسه حقيقيه، بحيث اني احاول اركبها على شخصياتنا. بالنسبه للالوان كان في قرار يخص استاذ سيد انه الستايل بتاعه هيبقى ستايل مدي حاجة قديمة كده شوية، بيف نفسه كده لما بيلبس. فده لقيت بواب جنبينا بيلبس كده فعلا، صورته. وكان الاختيار الألوان مرتبط بأنه لازم نحس أنه هو جزء من البيت، يعني ألوانه زي حيطان البيت، متماهي مع المكان جداً. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.